سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. من كتاب سلاح التلميذ هنحل صفحة 234، محافظة الإسكندرية، المحافظة الخامسة. محافظة مهمة جدا جدا وهيجي منها أسئلة كتير في الامتحان. تعالوا بينا نبدأ. أول سؤال معانا بيقول لي مجموع قياس أي زاويتين متتاليتين، يعني جنب بعض كده، الزاويتين اللي جنب بعض دول في متوازي الأضلاع مجموعهم 100 وإيه؟ 180. طيب السؤال التاني بيقول لي 300 جرام إلى كيلو ونص. طبعا الكيلو ونص 1000 وإيه؟ و500، فإحنا المفروض نقسم ال 300 على ال 1000 وإيه؟ و500. لو قسمتهم بالآلة الحاسبة هيطلعوا لك على طول في إيه؟ في أبسط صورة. هيطلعوا لك على طول مباشر في أبسط صورة زي كده 300 على 1500. تكتب 300 على 1500 وتضغط يساوي، تطلع لك 1 إلى إيه؟ 1 إلى 5. مكعب طول حرفه 5 يبقى حجمه كام؟ طبعا حجم المكعب طول الحرف في نفسه يعني 5 في 5 في 5 يبقى 105 وإيه؟ 125. طيب السؤال الرابع يقول لي يشرب حازم 21 كوب من اللبن أسبوعيا. أسبوعيا يعني الأسبوع فيه 7، فإن معدل ما يشربه في اليوم، يبقى نقسم 21 على 7 يبقى فيها الكام؟ فيها 3. السؤال الخامس بيقول لي البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا العمر. طبعا هو اللي كمي، لأن العمر بيكون بالأرقام. طيب 3 على 10 بيساوي كام في المية؟ لما تيجي تروح للعلامة ده اهي، عايز تروح عندها لازم تضرب في 100، فأنت تضرب ال 3 على 10 في 100 تطلع لك 30%، يبقى الإجابة 30. السؤال السابع بيقول لي إيه؟ في الشكل المقابل أكبر عدد من متوازيات الأضلاع التي يمكن الحصول عليها. طيب بص يا سيدي، أنا عندي أدي متوازي 1 2 تمام 3 4، أنا عندي كده إيه؟ 4. حلو خالص. لو إحنا خدنا الاتنين دول مع بعض يبقى كده معايا 5، والاتنين دول مع بعض يبقى 6. لو خدت الاتنين دول مع بعض بقى اللي هم اللي فوق بعض دولت يبقى كده 7، والاتنين دول 8. طب لو أنا خدته كله بقى الكبير كله من بره خلاص كده يبقى أنا معايا كام متوازي؟ 9، يبقى ايه؟ 9. طيب السؤال الثامن بيقول لي 2 على 5 بيساوي س على 15. الخمسة انضربت في كام عشان تبقى 15؟ في 3، يبقى اضرب الاتنين هي كمان في 3 يطلع لي كام؟ 6. طيب انت عرفت ان السين ب6، هو عايز بقى س زائد 4، يعني 6 زائد 4 بيساوي كام؟ بيساوي 10، يبقى الإجابة 10. السؤال التاسع بيقول لي إذا كانت أ إلى ب 3 إلى 5 وب وج 2 ل 5، فإن أ إلى ج ديت بنسموها حرف إن. حرف إن إزاي؟ أقول لك يا سيدي إزاي. بتكتب أ إلى ب إلى ج، أ وب 3 و5 في السطر الأول، وتيجي في السطر الثاني ب وج 2 و5، الب تحت الب والج تحت الج، وبتعمل حرف إن، بتضرب التلاتة في الاتنين والاتنين في الخمسة والخمسة في 5. 3 في 2 ب6، 2 في 5 ب10، والخمسة في 5 ب5 وإيه؟ و20. هو عايز الألف والجيم، الألف اللي في الأول والجيم اللي في الآخر، يبقى 6 إلى 5 وإيه؟ إلى 25. السؤال العاشر بيقول لي المدى لمجموعة القيم 7 و3 و6 و9. المدى الكبير ناقص الصغير، يعني هطرح التسعة ناقص التلاتة، أكبر حاجة ناقص أصغر حاجة، 9 ناقص 3 6. إذا كان ارتفاع سور فيلا في تصميم 5 سم وارتفاعه في الحقيقة هو 6 متر، فإن مقياس الرسم. مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي، يعني 5، ولكن لازم أخلي الأول المتر بالسنتي فأزود صفرين، لأن المتر في 100 والمية بتزود صفرين، تبقى 5 إلى 600 اللي هي 5 على 600. لو كتبنا 5 على 600 بالآلة الحاسبة تطلع لك 1 إلى 120. رقم 12 بيقول النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه 1 إلى 4. لو قال لك محيطه وضلعه يبقى 4 إلى إيه؟ إلى 1. طيب 13 35 لتر بيساوي كام ديسي؟ طبعا اللتر والديسي زي الخوات كده، الاتنين قد بعض زي توأم. اللتر قد الديسي، قد الديسي متر مكعب، اللتر والديسي متر مكعب قد بعض. لو ده اخد 35 فده لازم ياخد هو كمان 35 زيه. انما اللتر والسنتي، اللتر فيه 1000 سنتيمتر مكعب يعني. طيب السؤال رقم 14 النسبة بين 1 فدان و16 قراط. طيب احنا عارفين ان الفدان 24 قراط، يبقى انا عندي كده 24 الى 16، هنقسمها 24 على 16 او نبسطها 24 على 16 3 الى 2. طيب السؤال الثاني بيقول لي عددان مجموعهما 105 والنسبة بينهما 2 إلى 3، فإن أكبرهما. يبقى أنا عندي العددين دولت العدد الأول إلى العدد الثاني، وده مجموع ولا فرق؟ مجموع، يبقى إلى المجموع بتاعهم كام؟ 5، ما هو 2 زائد 3 5 في المجموع مجموع.
والمجموع الحقيقي بتاعي كام؟ 105. بحطه تحت المجموع كده، وبطلع حاجة اسمها قيمة الجزء. قيمة الجزء ديت انت بتقسم فيها ال105 على 5، تقسم اللي ما عندوش على اللي عنده. 105 على 5 فيها الكام؟ اهي 105 على 5 فيها ال21. قيمة الجزء ديت 21. هو عايز الكبير، تضرب الكبير اللي هو التلاتة تضربها في ال21، يبقى 3 في 21. الواحد في 3 ب3 والاتنين في 3 ب6، يبقى الإجابة 63. طيب مكعب مجموع أطوال أحرفه 36. هقول لك معلومة، أول ما يقول لك مجموع أطوال أحرفه ده أهو تقسم على 12. ليه؟ لأن المكعب ليه 12 حرف، وهو جايب لك مجموعهم كلك وأنت عايز الحرف الواحد، يبقى تقسم المجموع كله على 12. 36 على 12 يطلع لك الحرف الواحد بكام؟ ب3. يبقى الحجم بتاعك 3 في 3 في 3، يطلع لك 27 سنتيمتر مكعب. طيب السؤال رقم 17 بيقول لي 10% زائد 4 على 25 بيساوي كام في المية؟ في طريقتين. في طريقة إن أنا أعمل شوية ده هم بالآلة الحاسبة واللي يطلع أضربه في 100، تمام، ودي طريقة سهلة. تعالوا نشوفوها كده. يعني 10%، علامة في المية بالشيفت والقوس عندكم، ولكن أنا عندي حاجة تانية. 10% زائد 4 على 25 طلعت لي 13 على 50. هاخد ال 13 على 50 دي اضربها في كام؟ زي ما قلت لكم اضربها في 100، يبقى 13 على 25 في، طلعت لنا كام؟ هاخد ال 13 على 50 ده 13 على 50 اضربها في كام؟ في 100، طلعت 26، يبقى 26%. أكمل النمط. ده سؤال سهل جدا. دايرة مثلث، دايرتين مثلث، يبقى هنا 3 دوائر ومثلث. طيب السؤال رقم 19 بيقول لي لتر ونص زائد 5 ديسي من 100 ديسي زائد 450 سنتي بيساوي كام لتر؟ طيب طالما هو عايزهم باللتر يبقى أنا لازم أخليهم كلك باللتر. هو عايز الناتج باللتر فأنا ما ينفعش أزعله. هسيب الأولى دي باللتر والتانية دي برضو اللتر قد الديسي، فهسيبها زي ما هي. يبقى دي لتر ونص وديت 5 من 100 لتر، ودي 450 سنتي دي اللي أنا هحولها للتر. وعشان أحول اللتر لازم أقسم على كام؟ لازم أقسم على 1000، لأن اللتر فيه 1000 وأنا بحول من صغير لكبير بقسم. هقسم على 1000 يبقى 45 من 100 لتر. كده أنا حولتهم كلك للتر. هتجمع بقى التلاتة دول، 1.5 زائد 5 من 100 زائد 45 من 100. كده أهو آدي 1.5 زائد 5 من 100 زائد 45 من 100. سؤال مهم بيجي كتير. طلع لي كام؟ 2. يبقى الإجابة 2 لتر. السؤال رقم 20 بيقول لي إذا كان قياس إحدى زوايا متوازي الأضلاع 110 فإن قياس الزاوية التالية لها يساوي كام؟ أنا عندي متوازي الأضلاع أهو، وعندي دي 110. التالية لها اللي هي اللي بعدها دي مثلا. التالية دي أي زاويتين متتاليتين في متوازي الأضلاع مجموعهم 180. 180 لو نقصنا منهم ال 110 يبقى فاضل عندك 70، يبقى يساوي 70. السؤال رقم 21 بيقول لي جرار يحرس 15 فدان في 5 ساعات فإن المعدل. أحيانا اللي بيحط الامتحان بيخلف دول، بيخلي الساعات الأول وبعد كده الأفدان. كم ساعة لكل فدان أو كم فدان لكل ساعة، فأنت تشوف. هو هنا قال لك عايز الفدان إلى الساعة، يعني الفدان على الساعة، يبقى أنت تقسم الرقم بتاع الفدان على الرقم بتاع الساعة، يبقى ال15 على ال5 فيها الكام؟ فيها ال3. السؤال رقم 22 بيقول لي تنقسم أنواع البيانات الإحصائية إلى بيانات كمية وبيانات وصفية. كمية ووصفية وبيانات وصفية. السؤال الثالث بيقول لي اشترى أحمد تلفزيون مكتوب عليه 3500 جنيه وعليه خصم 10%، احسب سعر التلفزيون بعد الخصم. طيب هو عايز سعر التلفزيون بعد الخصم. في حل كويس خالص، انك تضرب ال 3500 تضربها في 100%. لو شلنا منهم 10% تفضل لنا 90، تضربهم في 90%. تضرب ال 3500 في 90%. كده اهو 3500 في 90 وتحط علامة في المية أهم حاجة، تضغط يساوي، يطلع لك الناتج 3150. طريقة سهلة خالص. في طريقة تانية بقى لشراء ومكسب وبيع، بس دي طريقة مختصرة وسهلة وصحيحة 100%. جنيها. السؤال رقم 24 بيقول لي يراد توزيع قطعة أرض بين شخصين بنسبة 7-5، فإذا كان النصيب الأول يزيد على النصيب الثاني بمقدار 80 متر أوجد نصيب كل منهم. يعني أنا عندي الشخص الأول 7 والشخص الثاني 5، الفرق بينهم طالما يزيد ديت يعني فرق، يزيد أو يقل أو ينقص ده فرق. 7 إلى 5 الفرق بينهم 2 والفرق الحقيقي 80. طيب هطلع قيمة الجزء إن أنا أقسم الرقمين دولت على بعض. هقسم 80 على 2، قيمة الجزء يساوي 80 على 2
بيساوي 40. طيب يبقى هو عايز نصيب كل واحد، يبقى الأول هيكون 7 في 40 والتاني هيكون 5 في 40. يبقى الأول بيساوي 7 في 40 280 والتاني 5 في 40 ب200. يبقى الأول 280 والتاني 200. السؤال رقم 25 بيقول لي حوض أسماك على شكل متوازي مستطيلات أبعاده 30 40 20 أوجد سعة. السعة اللي هي الحجم، السعة اللي هي الحجم من الداخل. هنضرب ال30 في ال40 في ال20 لأن حجم المتوازي بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. 30 في 40 في 20 ب24,000، ولكن دولت بالسنتي فيبقى الناتج بالسنتي. هو عايزهم باللتر، هشيل التلات أصفار دولت أو تقسم على 1000 يعني هيطلع لك 24 لتر. ده بالنسبة لإجابة السؤال 25. بالنسبة للسؤال رقم 26 بيقول لي الجدول التالي يبين درجات 100 تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات. ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع. فأنت بترسم خطين، واحد رأسي والتاني أفق. الدرجات بتتكتب هنا، عدد التلاميذ هنا. الدرجات دي بتسيبها زي ما هي 10 20 30 40، ما بتغيرش فيهم حاجة. ده 10 بس ما تجيش من الصفر اللي في الأول ده خالص. 10 20 30 40 وزود واحدة من عندك خليك كريم 50. دولت بقى بيتكتبوا على حسب، يعني هم أرقام متوسطة كده يبقى 10 20 30 40. لو هم أرقام صغيرين 1 2 3 يبقى 1 2 3 4. هم أرقام كبيرة 100 200 300 كده على حسب، يعني على حسب الأرقام اللي قدامك، ما بتتكتبش زي ما هي. خلاص ديت ما بتتكتبش زي ما هي. يبقى نخليهم مثلا 10، قلت لك ما تجيش من الصفر. 10 20 30 40 وليكن 50. طب المجموع ده ماليش دعوه بيه، ده مجموعهم ده ماليش دعوه بيه خالص. بيقول لك ان بين ال10 الى ال20 العلامه ديت مش ناقص، ديت يعني الى، من ال10 الى ال20 يعني بين ال10 وال20 حط لي 15. فانت بتيجي بين ال10 وال20 تطلع بالاسانسير بتاعك لحد ال15. طب يا استاذ الحق انت ما عندكش 15، ما ال15 دي يا عم بين ال10 وال20. طيب بين ال20 وال30 اطلع 30، هطلع بالاسانسير 30 30 هوب 30 وصلنا هنا اهي. بين ال30 وال40 اطلع 40، هاجي بينهم واطلع لحد ال40. بين ال40 وال50 اطلع بالاسانسير 15 اسانسير 15. التوصيل بقى اشوف هو عايز ايه. عايز منحنى تكراري، هعمل انحناء خفيف كده بسيط. عايز مضلع اعمله بالمسطره، لكن هنا هو عايز منحنى تكراري يبقى تعمل انحناء. بص كده الانحناء انحناء خفيف خالص اهو كده كده بالظبط كده. يبقى انت كده عملت المنحنى التكراري. تمام. دي كانت بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، محافظة جميلة جدا ومهمة جدا جدا. أتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح ده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، لأن احنا هنحل باقي المحافظات بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.